إنه أنا بنت فلان مم. وأخت فلانة. بالفترة الأخيرة صاروا يربطون اسمي باسمها وشي يسعدني، ولكن ما أنسى في يوم من الأيام أحد الإعلاميين العراقيين الكبار أصحاب قنوات بدون ما أذكر الاسم، كانت في اجتماع لكل الإعلاميات والمذيعات وأنا كنت مبتدئة صغيرة، مم. فأشر على الجميع قال لهم كلكم تمرون مرور الكرام إلا هذه، فأشر علي. فواحدة من الإعلاميات حاليا اسم كبير هي قالت له ليش؟ قالها لأنها بنت فلان. الناس من تشوف الاسم على الشاشة رح توقف تريد تشوف منو بنت فلان. فأنا طبعا يعني وصلني لمرحلة بلحظة من اللحظات خفت بالكلام اللي قاله وانطاني مسؤولية مرعبة. أنا فعلا أنا بنت فلانة، اليوم راح تشوفني راح يقارني، وأنا والدي من الشخصيات المثقفة جدا والقريبة للجمهور. يعني ما من ممكن هبة، يعني هاي دائما أقولها، ولا يوم من الأيام رحت لبيت قعدت بمكان عام أو رحت لأي مكان إلا ما يجي شخص يقول لي أنا شفت والدك عنده فت قصة مع والدي. غريب يعني الموضوع، عبالك قاعد بكل بيت عراقي، لأنه كان جدا بسيط وقريب للجمهور. هاي نقطة مهمة، يعني هذه تخليني أشعر بالمسؤولية. ثانيا مثقف جدا، وأغلب بالعراق يعرفون مدى ثقافته، فإذا انطتني مسؤولية أكبر.